السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا المصطفى. أهلين حبوباتي، وش راكم؟ اليوم جيتكم بوصفة تسخف اللي هي لي مادلين. الناس كامل يحبوها خاصة الأطفال، وراح نعطيكم أسرار نجاحها وكيفية الاحتفاظ بها لمدة طويلة. والمقادير راهي جد بسيطة واقتصادية. تبعي معايا. أول حاجة المقادير: عندي هنا 2 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، كيس تاع لافاني، كيس تاع خميرة، كيس تاع السكر، كيس تاع زيت، وكيس تاع حليب دافي، و2 كيسان تاع فرينة. اول حاجة هنا نحط في البيترا 2 بيضات. انا هنا راح نستعمل البيترا، نتوما استعملوا يديك عادي. ومن بعدها نزيد الكيس تاع لافاني، تقدروا في بلاصه لافاني ديروا مبشور الليمون ولا البرتقال. ومن بعدها نزيد الكيس تاع السكر ونخليهم يتخلطوا مع بعضهم حتى نتحصل على كريمه مايله اللون الابيض. بعد ما طلعت السكر مع البيض، توا نزيد الزيت راح نزيدو على دفعتين البنات. نزيد النص الاول ومن بعد نضيف النص الثاني، يعني حتى يتخلط الزيت هذاك مليح مع الخليط تاعي. هذا من اسرار نجاح المادلين. اول حاجه انه السكر لازم تطلعيه مليح مع البيض. ثاني حاجه الزيت تاعكم لازم يدخل مليح في الخليط تاعكم. اذا نخليه يتخلط مليح ومن بعد نضيف الحليب. البنات الفرينه قلت لكم 2 كيسان، راني راح نكيلها معاكم باه تشوفوا بعينيكم. استعملوا 2 كيسان فقط باه تجيني خفيفه، خاطر كي تكثروا الفرينه تجيكم ثقيله شويه. نصب الكاس الاول تاع الفرينه ونخليها تخلط شويه، ومن بعد نضيف الخميره ونضيف الكاس الثاني وخلاها تتخلط في عقالها. البنات الوصفة هذه تاع المادلين راهي ناجحة 100%. نتمنى تجربوها ديروها للفطور تاع الصباح ولا لولادكم كما حبيتوا. اذا هنا البنات بعد ما خلطت الخليط تاعي شوفوا القوام اللي تحصلت عليه. نجي توا نعمر الكيسات تاعي كما تشوفوا، راني نهز بالمغرف ونحط في الكيسات. البنات ما تعمروش الكيسات تاعكم، ديروا حوالي للنص فقط، على خاطر من بعد راح تطلع على خاطر فيها الخميره. وانت عمروا الكيسات تاعكم راح تفيض وتبز عليكم وتفسد لكم المادلين تاعكم. المول هذا راني شريته من عند المحل اللي يبيع لوازم الحلويات. المول هذا راح يساعدكم ياسر باه تنجح لكم الوصفه. اذا حبيتي تخدمي المادلين في الكيسات هذوما لازم ليك المول هذا باه يساعدك ويحافظ ليك على الشكل تاع المادلين، ما يفيضش ويفسد شكله. اما اذا حبيتي تخدميه في الكيسات تاع الكرتون نورمال ما تحتاجيهش، على خاطر جايين سوليد تاع الكرتون ما يخلوش المادلين تاعك يفسد. بعد ما كملت عمرتهم نجي نحشيهم بالنباج تاع الفريز، نشريته واجد. حطيت النباج تاعي في بوش جوطابل باه تساعدني في الخدمه، وفي كل وحده نحط شويه من الفوق. من بعد راني ما نزيد فوقها والو البنات، على خاطر من بعد راح يهبط وحده النباج هذاك. اذا نكمل الكعبات تاعي كما تشوفوا. البنات الخليط هذا دار لي 24 حبه، يعني 2 بلاوات كل بلا فيه 12 حبه. من بعد نجيب الشوكولا هذه تباع بالميزان، نجي نزين من الفوق، نتوما التزيين اختياري. اذا البنات هنا بعد ما كملت زينتهم نحطهم في الكوزينير يطيبوا. شوفوا البنات هنا بعد ما طابولي شوفوا كيفاه جوج وما شاء الله يهبلوا. ان شاء الله شهيتكم في الجنه. الوصفه هذه البنات راني قلت لكم راهي ناجحه 100%. اتمنى تجربوها، واي استفسار خلولي في التعليقات درك نرد عليكم. شوفوا البنات راح نفتح معكم واحده، شوفوا كيفاه جت طريه، وشوفوا النباج كيفاه جا قاعد في الوسط ما هبطش لتحت. اذا هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. نقول لكم تبقوا على خير وتهلوا في رواحكم، واللي ما زلت ما دارتش ابوني دير لي ابوني فضلا وليس امرا، وديروا لي جيم في لا فيديو. ان شاء الله نتلاقوا في وصفات اخرى.